لما تكون بتحب حاجة آه، اصرف عليها. ما تفضلش تحط في نفسك كده. يعني انت مثلا تكون عايز تشتري تيشيرت، تمام، اشتريه. ما تفضلش بقى ايه، لا انا هشيل بقى فلوسه على جنب احسن يحصل حاجة في الدنيا و... والدنيا والسما تقع على الارض وان انا اروح مش عارف ايه موزمبيق وان انا اغرق في الفيضان وان انا مش عارف ايه. لا انا احوش فلوسه احسن، لا انا مش عارف ايه، لا مش هجيب. ما تفضلش تعمل كده. ما تستخسرش في نفسك. يعني اللي انت بتحبه هاته. انت ما تضمنش بكره في ايه. يعني في ناس بقى تقول ايه، يعني انا مش هشتري بقى لبس عشان المفروض زميلتي ما بتشتريش لبس خالص وبلوزتها رخيصة جدا وبتلبس رخيص جدا وبس بتحوش فلوس وبتجيب دهب. طيب انت شفتي انت بتقولي على زميلتك ايه؟ ان هي لبسها رخيص وان هي بتحوش عشان تجيب دهب. مش بقولك ما تحوشيش وتجيبي دهب، حوشي وكل حاجة، بس ايه يعني هاتي برضو اللي في نفسك. عيشي حياتك، عيش حياتك. انت ما تضمنش بكرة في ايه. ما احنا يعني الموت بيجي في اي لحظة. انت ممكن دلوقتي تبقى قاعد كده وتموت. دي اعمار بيد الله، ما بتجيش بقى لناس كبيرة او شباب او كده. دي ملهاش مقياس خالص خالص. طفل، شاب، راجل كبير، ست كبيرة، شابة، اي حد ممكن يموت في اي لحظة. فانت متع نفسك. ما تبقاش ماشي نفسك تجيب التيشيرت ده قوي او نفسك تجيب الفستان ده قوي ومعاكي فلوس وكل حاجة وتفضلي لا خلاص انا هحوش بقى. انا هحوش فلوس بقى لحسن يحصل حاجه. انا هجيب بيها بقى خاتم. انا اجيب بتمن الفستان ده خاتم. انا مش عارف ايه. يا ستي حوشي. شيلي جزء وهاتي جزء. الحاجه اللي انت بتحبيها هاتيها. متعي نفسك. انت ما تضمنيش الدنيا فيها ايه. ما يمكن تفضلي تحوشي وتتجوزي واحد يروح سرقك مثلا. ما في بيحصل، يعني بيحصل ان الستات بتتجوز جوازاتها بيسرقوها يعني من وراهم. بيبقوا حاطين الذهب بتاعهم على التسريحة وجوازاتهم بياخدوه يعني من وراهم. ولا بقى بتطوليه تاني ولا بيديكي فلوسه ولا بيقولك انا خدته اصلا. ده بيقولك دوري عليه انا ما اعرفش هو راح فين. تبقى انت ولا بقى استفدتي جبتي الحاجة اللي انت بتحبيها ولا جبت ولا عملتي ده ولا عملتي ده ولا عملتي ده. ممكن خسارة الفلوس دي بتيجي من اي حاجة، من اي، مش لازم جوزك، مش لازم. ممكن الشنطة تتخطف منك وانت ماشية في الشارع بالفلوس اللي انت كان نفسك تجيبي بيها الحاجة اللي انت بتحبيها. بس انت عمالة تقوحي، انت عمالة لا انا يعني هشوف بقى، لا انا هحوش. وفي ناس عندها موضوع التحويش ده مرض. يعني لازم ان هي تحوش بطريقة يعني صعبة. يعني ممكن تحرم نفسها من اي حاجة عشان تحوش اي حاجة اي حاجة. المهم تحوش. يعني انا عن نفسي اعرف ناس مثلا ربنا ما رزقهمش بالخلفه، تمام، وكبروا في السن في الشغل وعملوا فلوس حلوه جدا. تعالي بقى شوفي او تعالى شوف لبسهم عامل ازاي او ويجوا بقى لحد مثلا شيك او بيلبس ومهتم بنفسه. البلوزه دي جميله قوي، التيشيرت ده جميل قوي. انت جايبه ابني، انت جايبه منين الفستان ده؟ ده شكله غالي ده. وتبص لك كده بحسره بقى ان هو ان هي متحسره ان نفسها في واحد زي ده. طب ما انت معاكي فلوس كتير، ما انت شايله كتير وشايله فلوس وشايله ذهب وجايبه شقق وعامله كل حاجه. طب ما اصرفي على نفسك، اصرفي على مظهرك. برضو تشوف وشهم الناس دي، تلاقي مثلا ايه مش مهتمين بوشهم خالص. مثلا مليان تجاعيد، مليان من كتر ما هم ما بيحطوش مرطبات على وشهم، من كتر ما هم مش مهتمين بنفسهم. الفلوس دي هتروح فين يا جدعان؟ يعني لو سمحتوا يعني اهتموا بنفسكم. يعني انتوا الحياة دي مرة واحدة بس. شلتوا فلوس خلاص. إيه،
هاتوا بقى حاجات ليكوا، اهتموا بنفسكوا، اهتموا بشكلكوا، بدل ما انتوا تبصوا لكل واحده وتتحسروا. هي لابسه الفستان ده جميل قوي، البلوزه دي جميله قوي، الطرحه دي جميله قوي اللي انت لابساها. طب ما انت مالك بتتحسري على ايه؟ ما انت محوشه، ما تشيلي جزء من اللي انت محوشاه ده. ولا يعني مش لازم تشيلي جزء، الفلوس اللي جايالك بقى انت حوشتي، الفلوس بقى اللي جايالك من شغلك تمام، اصرفيها بقى على نفسك. هاتي حاجات، هاتي اكسسوارات، هاتي طرحة جديدة عجباكي، هاتي طقم جديد عجبك عليه القيمة كده، بدل ما انت كل الناس بتقول عليكي ان انت لبسك شكله رخيص وشكله مش حلو. يا جماعة، وهم عارفين، ان الناس بتقول كده، والناس وهم عارفين ان لبسهم رخيص وبيروحوا اماكن اللي هي بتبيع اللبس الرخيص ويجيبوا منها. انا مش بتكلم خالص عن الناس اللي على قدها، الناس اللي على قدها ما بتكلمش عليهم خالص في الفيديو ده خالص. انا بتكلم عن الناس اللي عندها غاية التحويش، وان هم بيحرموا نفسهم، يعني بيحرموا نفسهم ومعاهم فلوس. ليه تحرم نفسك؟ ما انت حوش، ما قلناش ما تحوش، حوش وهات بالجزء التاني اللي انت عايزه. تحرمش نفسك من حاجة. نفسك في ايس كريم كله، نفسك في، حتى لو انت بتعمل رجيم مفيش مشكلة، مش يوم بس، يوم مش هيبوظ يعني، او حتى بوظ ابتدي من تاني يوم تاني، ارجع تاني للرجيم عادي. ما تحرمش نفسك من حاجة، يعني الحرمان ده مش حلو على النفسية، بيتعب النفسية وممكن يمرضك من كتر ما انت نفسك في حاجة قوي، وانت عمال تقبحها وتضرب فيها وتقول لها لا مش هجيب لك، لا انا هعودك ان انا احوش وانا مش عارف ايه. ما انتي بتشوفي بقى واحدة تانية لابسة تفضلي تحقدي عليها، وممكن تحسديها، ممكن من كتر ما انتي وصلها تحسديها على اللي هي فيه، وانتي اساسا معاكي وفي مقدرتك ان انتي تجيبي. ما تجيب يعني. انا بتجنن من الناس دي، والله بتجنن من الناس دي. معظم والله العظيم اللي معاهم فلوس ومحوشين ومعاهم ثروة قد كده، اللي هم ربنا ما رزقهمش بالخلفة. انا مش حكايه حاجه، بس يعني انتوا ربنا ما رزقكوش، يعني ما عندكوش اطفال تشيلوا لهم الفلوس دي. خلاص انتوا شلتوا كتير، شلتوا تمام. اللي جاي بقى يعني هم لسه ما طلعوش مثلا معاش، يعني قدامهم مثلا كام سنه، الفلوس الكام سنه اللي جايين دول، او مثلا يعني هقول لكم ايه، جزأوهم. بعدين انتوا بتحبوا التحويش، جزأوهم. هاتوا حاجات اللي نفسكم فيها. العمر والله العظيم والله بيعدي بسرعة جدا، محدش ضامن عمره يا جماعة. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.